الغدا النهارده سمك مشوي بس من غير رده. انا كنت عامله قبل كده فيديو وانا بشوي السمك بالرده، انه بدي هنعمله كأن هنقليه، يعني بدل المقلي بس من غير زيت. معاكي السمك، هاتيه وافتحي بطنه، نضفيه، اغسليه، انقعيه نص ساعه بس في ميه وملح وليمون ورقه اللورة، محيش الزفاره. تكون انت جهزت الخلطه اللي هتحطها في قلبه. الحشوة دي هتبقى جزر وبصل وفلفل وطماطم، وتوم وليمون، معلقة زيت. كل ده اي حاجة عندك هتحشيها في قلبه هتديله طعم. افتحي السمك من فوق فتحتين كده علشان يستوي كله. بس ما تحطيش زي ما انا عملت كده، ما تحطيش الحشو فوق السمك علشان خاطر بيتحرق اول ما بيتحط في الفرن. بس ما كان لسه ما استوتش ولسه طريه، والحشوه اللي احنا فرشناها فوق ديت اللي حطينا منها من جوه السمكايه كلها بتتحرق. انت كفايه ان انت حاطه جوه السمكايه، اللي جوه السمكايه ده هيسويها حلو، هيخلي طعمها حلو، يعني هتشرب منه وهي بتستوي. علي الفرن في الاول وبعد كده وسطني النار، يعني خلي النار وسط، لا تخليها واطيه قوي ولا عاليه. احنا بس في الاول بنديله لون، يعني دي ياخد وش وياخد لون وخلاص، وبعد كده توطي النار تخليها وسط يستوي بقى براحته. معايا الفرن مولعاه. فرن البوتاجاز ما بينفعش في شوي السمك، ممكن افران بس انا فرن ما بينفعش في شوي السمك. فرن الغاز فرن بلدي، انما الفرن بتاعنا ناره ضعيفه جدا فما بيسويش السمك وما بيخلوش طعمه حلو. اعملي على البوتاجاز من فوق، ما عندكيش فرن اعملي على البوتاجاز من فوق، هاتي اي صاجه ولا اي صينيه واشوي عليها، ترشي يعني حاجه بسيطه من الزيت فوق منه علشان بس ما يلزقش في الصينيه. وكان عندي شويه تونه برضه عملتها نفس الشيء، بس برضه الحبه اللي انا رشيتهم فوق دول كلهم هيتحرقوا. عندي شويه بطاطا صغيرين غسلتهم ورشيت عليهم شويه سكر، وهحطهم في الفرن معايا في ورقه زبده وورقه ألموني، وهحطهم في الصينيه ويستووا. انا مولعه الفرن، اعمل اللي انا عايزاه كله. الحاجه المشويه مفيش احسن منه، كل المشوي يبقى صحي، احسن من المقلي او احسن من اللي انت سلقاه، بيبقى طعمها حلو. والبطاطا بالذات المشويه بيبقى طعمها جميل وريحتها حلو. انت مولعه الفرن، هاتي بدنجان، هاتي فلفل، اشوي كل حاجه، ما تقليش اي حاجه، الزيوت خطر على الصحه. وخلاص ولعت الفرن، حطيت السمك، حطيت البطاطا، السمك هيستوي قبل البطاطا. فبعد ما خلصت السمك وخرجته غسلت صينيه رز وحطيتها مع البطاطا تستوي. معايا التمليحه بتاعته، كزبره ناشفه، التوم، ليمونتين عصراهم، لو عندك هريسة فلفل، كل ده قلبيه على المية مع الملح وحطيه في قلبه، وبعد كده رش عليه الحاجات اللي احنا قلنا عليها اللي هي الحشوة بتاعته. لو انت عايزة ترشها عليه بعد ما تخلصي وتملحيه، ترش عليه وتلفيه في ورقة زبدة وورقة فويل وتسيبيه مقفول عليه. هيفضل سخن وهيفضل ريحته جميلة وطعمه لذيذ. وده كان فيديو النهاردة وغدا النهاردة، واشوفكم في فيديو جديد.